سلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملو مع بعضنا كعاب البطاطا بالجبن وبالدجاج بطريقة سهلة برشا بسيطة برشا سورتو بنينة على الاخر. تابعوا معايا الفيديو للاخر باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير. واول حاجة باش نبدا نطيب في الدجاج متاعي. عندي هنا شوية دجاج مفروم، خديت هنا شوية زدر وفرمته وتوا حطيتو زوز مغارف كبار متاع زيت زيتونة، شوية فلفل اكحل وشوية ملح. نخليهم يتقلوا مع بعضهم بالكدا، يعني نطيبهم ومش طيبوهم برشا برشا لين يحمروا، ومش تخليهم نيين في المتوسط خاطر من بعد انا باش نعاودو نطيبوهم. وهذه توا البطاطا، خذيت 3 كعبات بطاطا، سمطهم في الماء ومن بعد رفستهم وقت اللي يبداو سخان ديريكت ترفسوهم بالفرقيطة. وهذه توا الدجاج متاعي باش نكمل نحطه في وسط البطاطا. عندي هنا كعب بصل صغيرة قصيتها جويدة، وعندي شوية معدنوس. وتو باش نبدا نفوح، باش نحط شوية من الملح، شوية فلفل اكحل، شوية تبل وكروية، وشوية من الكركم. نخلط كل شيء مع بعضه لين نتحصلوا على القوام هذايا. وتو باش نبداو نحضروا في كعابر البطاطا. خذيت لهنا شوية من البطاطا وباش نحلها بالطريقة هذيا، وباش نعمل حفرة في الوسط، وباش نحط في وسطك الحفرة هذيك الجبن، وباش نسكرها ونكعبرها نستويها بالكدا. طريقة ياسر سهلة وياسر بسيطة. وماذا بينا الكعابر الكل نعملوهم بنفس الحجم باش يجيونا الكلهم معناها مزيانين. نكمل توا بقية الكعبات الكل بنفس الطريقة لين نتحصلوا على الكرات هذوما. ما شاء الله طيحت لي كمية كبيرة على الاخر. وتوا خديت كعب عظم وحطيت فيها شوية شوية مش برشا من الفلفل الأكحل. وعندي لهنا الشابور، نغطس توا الكعبورة في وسط العظم، ومن بعد نغطسها في وسط الشابور، ومن بعد نحطها على جنب. نكملهم الكل بنفس الطريقة باش يجونا من بعد الكعبات هكا مقرمشين. هذوما توا الكرات اللي تحصلنا عليهم. وتوا سخنت الزيت وحطيتهم يتقلاو. بالنسبة للزيت ما لازمش النار تكون عالية برشا باش ما يتحرقوناش، لازمهم يكونوا في المتوسط باش يجونا اللون متاعهم ياسر مزيان. وهكا هاو الكعبات اللي نطيبهم الكل نحطهم هكايا في معناتها تحت فوق بابي مشوار، بابي هكايا باش يشربك الزيت. هكا نكونوا كملنا وصفتنا لليوم. طريقة سهلة ياسر بسيطة سورتو بنينة على الاخر. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم وجربوها وبسلامة.